بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول إعدادي. النهاردة هنبتدي نستعد لمراجعة العلوم. هنحل المحافظات اللي موجودة في كتاب الأضواء، كتاب المراجعة النهائية. افتحوا معايا صفحة 71. نبدأ بسم الله. اكتبوا المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية. عملية تفتت وكسر الصخور دي بنسميها التجوية. طب دون حدوث تغير في تركيبها يبقى هنكتب تجوية ميكانيكية. طيب نجي بعد كده استخدام الكائنات الحية في القضاء على الآفات الزراعية بدلا من استخدام المبيدات الحشرية اسمها المكافحة البيولوجية. طيب بعد كده بيقول لي اذكر فرقا واحدا في كل مما يأتي. طيب نجي هنا الأحماض هنكتب تحمض ورقة دوار الشمس. طيب القلويات هنكتب تزرق ورقة دوار الشمس. المسافة هنقول ايه؟ يما هنكتب التعريف يما هنقول هنا المسافة قد تكون خط مستقيم أو منحني. خلاص يعني ممكن تمشي في منحنيات. أما الإزاحة دائما خط مستقيم من البداية للنهاية. طيب نجي الأسد من الكائنات اللاحمة يعني بتاكل اللحوم. هنا الكائنات العاشبة. طيب نجي طاقة الوضع وطاقة الحركة. نعرف طاقة الوضع هنا. طاقة الوضع الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة بذل شغل. أما طاقة الحركة هنكتب الشغل المبذول أثناء حركة الجسم. بعد كده هنا بيقول لي صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. البروم عنصر فلزي سائل. لا هنكتب ايه؟ الزئبق. تعد الطاقة الكيميائية الموجودة في الغذاء صورة بصورة طاقة الحركة. لا طاقة الوضع. طيب علل بلورات الصخور النارية الجوفية كبيرة الحجم لأنها تبرد ببطء. خلاص يعني هي موجودة داخل الشقوق وتبرد ببطء. تعتبر النباتات كائنات ذاتية التغذية لأنها تصنع غذاؤها بنفسها في عملية البناء الضوئي. طيب تزداد طاقة وضع الجسم بزيادة الوزن لأن العلاقة بين طاقة الوضع والوزن طردية. طيب يستخدم لبن المغنيسيوم كعلاج مؤقت للحموضة لأنه مركب قلوي يعادل حموضة المعدة. إن احنا قلنا القلويات والأحماض مع بعض بيعملوا تعادل. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقاد الدجاج على البيض يعد مثالا للسلوكيات الغريزية. يمثل الماء العذب حوالي 3% من سطح الأرض. بيقول اذكر أهمية واستخدام واحد لكل مما يأتي. واحد حمض اللاكتيك يمد العضلات بالطاقة عند نقص الأكسجين. بعد كده عملية تحلية مياه البحار تعوض النقص في المياه العذبة. سبيكة البرونز قلنا تستخدم في الحلي أو التماثيل أو الميداليات. هو قال حاجة واحدة. الحيوانات الكانسة هنكتب هنا تخلصنا من بقايا الكائنات الميتة. بس هنا ايه؟
دون تحلل، لان هي بياكلها بدل ما تبقى مكومه كده وتعمل ريحه. طيب بيقول اكمل ما ياتي. يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معا عند السنترومير. سياره تقطع 100 متر، يبقى دي ايه المسافه خلال زمن قدره 10 ثواني. ما دام كتب 10 ثواني يبقى دي الزمن. فانها تتحرك بسرعه، احنا قلنا السرعه بتقول ايه؟ دي على تي، يعني هنقول 100 على 10 هتساوي 10 متر لكل ثانيه. يقول ماذا يحدث؟ بيقول عند زياده عدد الكترونات التكافؤ بالنسبه لقوه الرابطه الفلزيه، هنكتب تزداد قوه الرابطه الفلزيه. طيب غمس ورقه دوار الشمس الحمراء في محلول هيدروكسيد الصوديوم، ده اسمه هيدروكسيد الصوديوم، ما دام فيه اتش يبقى ده خلوي. هتقول ايه؟ تتحول للون الازرق. خلاص. بيقول لي 3 زياده سرعه الجسم المتحرك للضعف بالنسبه لطاقه الحركه. فاكرين قانون طاقه الحركه بيقول ايه؟ بيقول ايه قانون طاقه الحركه؟ كي اي بيساوي نص الكتله في مربع السرعه. شايفين السرعه هنا مربع، يبقى اذا زادت هنا للضعف طاقه الحركه هتزيد ايه؟ تزداد طاقه الحركه الى 4 أضعاف. ليه 4 أضعاف؟ لأن أنا عندي الضعف الأول اللي قاله هنا والضعف اللي جاي من التربيع. تفاعل حمض مع قلوي ينتج عنه ملح زائد ماء. كده خلصنا المحافظة الأولى. هنفتح صفحة 72 ناخد محافظة القاهرة. يلا كده السؤال الأول بيقول إيه؟ استخرج الكلمة الغير مناسبة. الذهب، الفضة، البروم، الزئبق. هنطلع مين؟ البروم، لان ده لا فلز والباقيين قلنا كلهم فلزات. صخور رسوبيه، الجرانيت، صخور متحوله، صخور ناريه. هنطلع الجرانيت لان الباقيين دي انواع الصخور. بيقول علل تكون قطرات من الماء على السطح الخارجي لكوب به ماء ومكعبات ثلج. ده هقول ايه؟ لان بخار الماء الموجود في الهواء الجوي يتكثف على السطح الخارجي للكوب لأنه إيه؟ بارد. طب يستخدم الكربون اللي هو الجرافيت في صناعة الأعمدة الكهربية الجافة رغم أنه لا فلز لأنه موصل جيد للكهرباء. طيب بعد كده بيقول لي بلورات الصخور النارية السطحية صغيرة لأنها تبرد بسرعة. الأحماض تحمر ورقة عباد الشمس أو دوار الشمس الزرقاء لأنها أيوة تحتوي على أيون الهيدروجين الموجب. طيب ناجي هنا بيقول صوب ما تحته خط العلاقة الغذائية بين العناكب والحشرات تبادل منفعة لا علاقة افتراس. طيب ناجي هنا الصيغة الكيميائية الحمض الهيدروكلوريك دي غلط. طب هنكتب HCl. أكمل ما يأتي من أمثلة الصفات الوراثية في الإنسان. لون العين، لون الشعر، كل الكلام دي صفات وراثية. بعد كده المياه المختزلة في باطن الأرض اسمها المياه الجوفية. طيب بعد كده تكون قيمة الرقم الهيدروجيني للخلويات أكبر من 7. طاقة الحركة بتساوي إيه؟ نص الكتلة في مربع السرعة. ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارات الخاطئة. يتركب الكروموسوم كيميائيا من DNA وبروتين. صح. يحتوي مستوى الطاقة الأخير للفلزات على أكثر من 4. غلط. بعد كده بيقول اكتب المصطلح العلمي الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحية النوع. طيب مجموع طاقتي الوضع والحركة لأي جسم متحرك الطاقة الميكانيكية. أجب عما يلي. جسم يتحرك بسرعة 20 كيلو متر كل ساعة دي في. احسب المسافة التي يقطعها. يبقى هو عايز دي أهي علامة استفهام. اللي بعد زمن قدره
التي اللي هي 3 ساعات. يلا كده هنكتب القانون هنا اهو، بصوا معايا، خليكم معايا هنا. هنقول دي بتساوي في تي. في كام قيمتها؟ 20 في 3 هتساوي كام؟ اهو هنكتبها هنا تحت، 20 في 3 هتساوي 60. ها هنكتب ايه؟ كيلو متر، لان هنا وحدة السرعة كيلو متر كل ساعة، يبقى هنا هكتب ايه؟ كيلو متر. طيب دفع شخص جسما بقوة 40 نيوتن، دي القوة، فتحرك في خط مستقيم 10 أمتار، دي الإزاحة. احسب الشغل، أهو الشغل بيساوي اف في اس. طيب الاف عندي كام؟ 40 في 10 هتساوي 400 جول. اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. يعتبر معجون الأسنان والصودا الخبيث من القلويات. العوامل المؤثرة في طاقة الوضع وزن الجسم والارتفاع، وقلت دايما العوامل بلاقيها في القانون. بيقول اذكر مثالا لكل مما يأتي: أكلات أعشاب، نكتب مثلا الماعز، الحصان، أي حاجة. أملاح تذوب في الماء اللي هو ملح كلوريد الصوديوم، ده مثال، أو كلوريد النيكل، أي مثال. صخر رسوبي، الحجر الجيري، الحجر الرملي، زي ما تكتبوا. طفرة مستحدثة في الدجاج، إنتاج دجاج بدون ريش. خلاص. طيب كده ندخل على النموذج الثالث اللي هي محافظة الجيزة. يلا هنا هناخد محافظة الجيزة. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. يقول الطاقة الميكانيكية للجسم المتحرك طاقة حركته 40 وطاقة وضعه 30 بيساوي 80. غلط، إن إحنا بنجمع الاثنين دول، المفروض تديني 70. يحدث تمدد لمعادن الصخور ليلا بانخفاض درجة الحرارة. طبعا غلط، التمدد يحدث بارتفاع درجة الحرارة. يقول لي ما المقصود بشبكة الغذاء؟ أول حاجة هنكتب هي مجموعة أهو سلاسل غذائية المتداخلة مع بعضها في النظام البيئي. خلاص. طيب الكروموسومات بنقول أجسام خيطية الشكل مسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. طيب تحلية مياه البحر، يقول إيه؟ تحلية مياه البحر تعريفها هي إيه؟ عملية تخلص من الأملاح الذائبة في مياه البحر للحصول على مياه عذبة. طيب الوقود الحفري عبارة عن إيه؟ الوقود الناتج من حدوث من حدوث تغيرات فيزيائية وكيميائية، هنقول المواد العضوية في باطن الأرض عبر ملايين السنين. طيب يقول صوب تعالج التربة الحامضية بإضافة مواد حامضية، لا، قاعدية أو قلوية، الاثنين واحد. هتكتبوا مواد قاعدية أو قلوية. الماء نقي جيد، لا، هنكتب رديء التوصيل. ما النتائج المترتبة على كل من زيادة وزن جسم للضعف مع ثبات الارتفاع على سطح الأرض بالنسبة لطاقة الوضع؟ هنكتب تزداد طاقة الوضع برضه للضعف، لأن أنا قلت العلاقة طردية. وضع بعض الثمار في قوالب لها أشكال معينة تأخذ شكل القالب، زي البطيخة احنا قلنا. الزيادة في أعداد الكائنات المستهلكة الأولية في سلسلة الغذاء، هنكتب إيه؟ يحدث نقص في الكائنات المنتجة، لأن هي بأعدادها كثير فبتاكل المنتج،
وزيادة في المستهلك الثاني. طيب ناجي هنا ترك قطع من الثلج في مكان مفتوح، يذوب الثلج، طبعا هيتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. الإجابة الصحيحة بين الإجابات المعطاة أثرت هو 65 نيوتن دي اف على جسم ساكن، فتحرك مسافة 10 متر، دي الإزاحة في نفس اتجاه، فيكون مقدار الشغل، احنا قلنا الشغل بيساوي ايه؟ باف في اس، يعني هنضرب 65 في 10 هتديني 650 جول. عندما تبرد اللافا يتكون صخر الخفاف. طيب هنا بيقول لي علل يستخدم الجرافيت في صناعة العمود الجاف بالرغم انه من اللافلزات، هنكتب لأنه موصل جيد للكهرباء. طيب يتغير لون دوار الشمس من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق عند غمسه في هيدروكسيد الصوديوم، لأن هيدروكسيد أهو ده رمزه الصوديوم من القلويات، واحنا قلنا القلويات هي اللي بتزرع. السد العالي له أهمية كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية لأنه يحول طاقة حركة المياه عبر التوربينات إلى طاقة كهربية، يعني هي بتنزل على التوربينات تحركها فتحولها طاقة كهربية. الكائنات المنتجة ذاتية التغذية لأنها تصنع غذاؤها بنفسها في عملية البناء الضوئي اللي هي مين؟ النباتات. هنا بيقول لي أكمل تتميز مين دي اللي قابلة للسحب، يبقى دي الفلزات. طيب هنا عند ذوبان الأحماض في الماء تزداد نسبة كاتيون الهيدروجين الموجب. اذكر أهمية لكل مما يلي سبيكة البرونز، قلنا صناعة الحلي والميداليات والتماثيل. حمض اللاكتيك يمد العضلات بالطاقة عند نقص الأكسجين. كرة الهدم تحول طاقة الوضع إلى حركة لهدم المنازل. الكائنات المحللة في النظام البيئي تخلص الأرض من بقايا الكائنات الحية وتعيد العناصر للتربة. كده خلصنا النموذج ده. تعالوا نحل محافظة الجيزة. نبدأ كده وصلنا صفحة 74. بيقول اختر الإجابة الصحيحة. كل مما يلي من الفلزات عدا الكربون. المحلول الذي تكون قيمة pH له تساوي 1، بيقول ايه؟ حمضا الpH بتساوي 1، ده بيبقى حمض ايه؟ حمض قوي. احنا قلنا كل ما يقل الأحماض كل ما بيقل الرقم كل ما بيبقى قوي، دي قلنا علاقة عكسية. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ تراكم حمض اللاكتيك في عضلات الجسم، يحدث شد عضلي. تقريب شريط دوار الشمس الأحمر والأزرق مبللين بالماء إلى غاز ثاني أكسيد الكربون. أول حاجة الشريط الأحمر يظل كما هو. 2 الأزرق يتحول للون الأحمر. ليه؟ لأن قلنا غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات الفلزية، والغازات من الأكاسيد، أقصد الفلزية، والأكاسيد الفلزية أكاسيد حامضية. زيادة سرعة الجسم متحرك إلى الضعف مع ثبات الكتلة بالنسبة لطاقة الحركة. حليناه في أول نموذج. نرجع قلنا قانون طاقة الحركة بيقول إيه؟ نص الكتلة في مربع السرعة. ليه أنا بكتبه؟ عشان كلمة مربع ننتبه، أنا عندي ضعفين، ضعف هنا وضعف هنا، يبقى هنكتب تزداد طاقة الحركة لأربعة أمثالها أو أضعاف، لأربعة أمثال أو أضعاف. تعالوا معايا 4. تغير ترتيب النيوكليدات المكونة الجين تحدث، قلنا تحدث
الطفرات الوراثية. أكمل. بيقول جسم يقطع مسافة 12 متر دي في زمن قدره 4 ثواني دي تي، فإنه يسير بقاعد السرعة. قلنا قانون السرعة بيقول بي بيساوي دي على تي. يلا كام يعني 12 على 4 هتساوي 3 متر لكل ثانية. الوحدات مهمة. عند تعرض الحجر الجيري للضغط والحرارة يتحول إلى صخور متحولة، اللي هو ايه الصخور المتحولة الحجر الجيري اللي هو الرخام. خلاص. ناجي به قارن بين كل من مقدار طاقة الحركة للكرة التي أمامك عند النقطة C. عند النقطة C بيقول طاقة الحركة بتساوي 0. طيب هناجي هنا عند النقطة A هنكتب أكبر ما يمكن. بيقول أيهما أكبر ما يمكن عند النقطة A. طيب يقول قارن بين الصوديوم والألمنيوم من حيث قوة الرابطة الفلزية في كل منهما. هنكتب الألمنيوم الرابطة الفلزية أقوى، وهنا في الصوديوم أقل قوة. ليه؟ لأن احنا قلنا هنا بينتهي هنوزع 2 8 1. هنا في مستوى الطاقة الأخير في 1، لكن هنا 2 8 3. أنا قلت كل ما زادت الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير كل ما بقت الرابطة الفلزية أكثر. بعد كده بيقول تغير لون البشرة الفاتح في الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الباردة وإنتاج دجاج بدون ريش. نوع الطفرة من حيث طبيعة حدوثها. يبقى التغير لون البشرة دي طفرة طبيعية مفيدة. طب هنا في إنتاج دجاج بدون ريش طفرة مستحدثة برضو مفيدة. طيب حمض الكبريتيك وحمض الكبريتوز من حيث جودة توصيل الكهرباء. يبقى هنا جيد التوصيل، وهنا هنقول مش هنقول رديء، هنقول ضعيف التوصيل. خلاص. بعد كده بيقول ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارات الخاطئة. اعتبر المعجون من الأمواد الحامضية غلط. الصيغة الجزيئية لهيدروكسيد الصوديوم NaOH صح. بعد كده بيقول لي علل. الشخص الذي يدفع عربة المشتريات يبذل شغل لأنه يتوفر الشرطين. 1 يحدث قوة وإزاحة في نفس، شوف أهم حاجة دي، اتجاه القوة. يتميز فك الأسد بوجود أنياب حادة لأنه من آكلات اللحوم وحتى يستطيع تمزيقها. يعتبر لون العين صفة وراثية لأنها تنتقل من الآباء للأبناء دون تعلم. درجة الغليان خاصية مميزة للمواد النقية وليس للتبخر، لأن درجة الغليان تحدث لكل مادة عند درجة معينة، أما التبخر فيحدث عند أي درجة. هنا صوب ما تحت الخط. جسم يختزن طاقة مقدارها 600 جول. يبقى دي هنا طاقة، عندنا ايه دي؟ طاقة الوضع. طيب وهو على ارتفاع 10 متر، ده الارتفاع، فيكون وزنه. طيب عشان نجيب الوزن احنا بنقول ايه اصلا؟ ايه قانون طاقة الوضع؟ هو بيقول بي اي بتساوي الوزن في الارتفاع. طب انا عايزه الوزن، هروح اعمل ايه؟ هنقول دي هنا، دي هوديها الناحيه الثانيه ايه؟ قسمه اهو. بصوا معايا، هكتب اهو هنا الارتفاع، يعني هقسم 600 على 10 هتديني المفروض ايه؟ 60 نيوتن. طيب يتحول الماء السائل الى ثلج في عمليه الانصهار؟ لا طبعا التجمد. أجب عن الأسئلة الآتية. ما مقدار الطاقة التي تصل المستوى الثالث في سلسلة غذائية إذا كانت طاقة المستوى الأول 2000 وحدة؟ الأول هنقول طاقة المستوى الثاني هنقول إيه؟
10 على 100 في 2000. الأول نشوف مستوى تاني هتروح له كام. طبعا دي هتروح مع دي ودي مع دي، يبقى المستوى الثاني هتوصل له 200 وحدة. طيب ناجي طاقة المستوى الثالث، هناخد مين الناتج ده؟ هنقول 10 على 100 في كام؟ في 200 المرة دي، لأن هو وصل للثاني 200، هو هياخد من الثاني، هيبقى دي هتروح مع دي ودي مع دي هتساوي كام؟ 20 وحدة. يقول ما النتيجة المترتبة على تمدد ونمو جذور النباتات داخل التربة؟ تحدث تجوية ميكانيكية. طيب ماذا ينتج عن دفن الصخور الرسوبية التي تحتوي على حيوانات بحرية دقيقة في أعماق البحار؟ هنقول إيه؟ تكون النفط والغاز الطبيعي. طيب من الشبكة الغذائية التي أمامك وضح ماذا يحدث لأعداد الثعابين. أهي دي الثعابين عند نقص الطيور. طيب أهي الطيور، خلاص تعالوا هنا، الطيور هي اللي بتتغذى على الثعابين، يبقى لما تقل الطيور إيه هيحصل؟ تزداد الثعابين، لأن مفيش حد بياكلها. خلاص بكده خلصنا النموذج. تعالوا ندخل لمحافظة اسكندرية. ناجي هنا بيقول أكمل العبارتين الآتيتين. يوجد العديد من الأدلة الكيميائية مثل دليل يونيفرسال ودوار الشمس، دي كلها أدلة. تقاس قيمة الرقم الهيدروجيني بدقة بجهاز البي اتش ميتر. ما المقصود ما المقصود بكل من إعادة التدوير، اللي هو بيقول إيه؟ عملية تحويل النفايات إلى مواد صالحة الاستخدام. طب تعالوا نعرف الأمطار الحامضية. أمطار تنتج من ذوبان الأكاسيد الحامضية في بخار الماء في الهواء الجوي. طيب المتغير الضابط هو المتغير الذي يظل ثابت أثناء إجراء التجربة. المجتمع الحيوي هو أفراد الجماعات أو الجماعة الحيوية المختلفة التي تعيش في نفس البيئة. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. حاصل ضرب السرعة في الزمن يساوي الشغل. طبعا غلط، ده بيساوي المسافة. التجوية الكيميائية هي عملية تفتت وكسر الصخور مع حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. صح. قارن بين محلول كلوريد الألمنيوم ومحلول كربونات الصوديوم من حيث نوع المحلول. أول حاجة كلوريد الأمونيوم محلول، كل نوع المحاليل هنا فين نكتب حامضي، وهنا كربونات الصوديوم قلوي أو قاعدي. حمض اللاكتيك وحمض الهيدروكلوريد، هنا ده حمض قوي وده حمض ضعيف. طيب طاقة الوضع وطاقة الحركة من حيث العوامل. طاقة الوضع العوامل بتاعتها الوزن وده رمزه، والارتفاع. هنا العوامل الكتلة وأهي مربع السرعة. خلاص. تبادل المنفعة والمعايشة من حيث الإفادة والضرر. تبادل المنفعة كلا الفردين يستفيد. خلاص. لكن هنا أحدهما يستفيد والآخر لا يضار ولا يستفيد.
تمام. بعد كده بيقول صوب ما تحته خط الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتيك H2SO4. أوضح العالم نيوتن أن الأحماض تذوب في الماء. لا طبعا العالم أرهانيوس. اذكر مثالا علاقة الافتراس الأسد والغزال. حيوان كانس قلنا الصقور. صخر ناري هنكتب الخفاف. ناري سطحي ده خلاص. طيب طفرات ضارة ضمور العضلات. اختر الإجابة الصحيحة. فيما يلي الجسم طاقة وضعه 240 جول اللي هي بي إي. الارتفاع 12 متر. فيكون الوزن، قلنا الوزن هنقول إيه؟ طاقة الوضع على الارتفاع. 240 على 12 هتدينا كام؟ هتدينا 20 نيوتن. عندما تبرد اللافا يتكون صخر الخفاف. اذكر أهمية كل من الرخام بناء تاج محل في الهند. طيب تحلية مياه البحر تعويض النقص في المياه العذبة. الشمس والجاذبية في دورة الماء في الطبيعة. هنقول الشمس تحرك الماء من الأرض إلى الغلاف الجوي. أما الجاذبية تحرك الماء من الغلاف الجوي إلى الأرض. طيب مسحوق كربونات الكالسيوم الناتج من صخر جيري يستخدم في الجبيرة. يستخدم في الجبيرة لكسر العظام. طبعا الجبس اللي احنا بنجبس به العظام.